نتمنى mon ami سنوسي راه عيط له حسين. Je te rappelle parce que je suis avec les journalistes. Je peux... أنت ما تقدرش اليوم تمس بناية من البنايات في الجزائر العاصمة بدون قبول أو رضا فرنسا بأنها لا يمكن أن ترمم بل تطيح. ما تقدرش تغير الواجهة الميناء، واجهة الجزائر على الميناء من المستحيل السبع. ما تقدرش تحطم أي بناية من البنايات، بالعكس حطمنا القصبة، ولكن ما نقدروش نحطموا الواجهة تاع هذا بند من بنود اتفاقية إيفيان. هذا من الملكية، مازالت ملكية نتاعهم ودوك ورانا الجزائر. هي أي شركة تحط طيارتها في الأراضي على الأراضي الجزائرية لا يكون إلا بإذن من فرنسا. الأمر الجوي بين الجزائر وفرنسا يخضع اتفاقية ثنائية أمضيت في شهر فبراير 2006، وهذه الاتفاقية تسمح لفرنسا بهي تختار وشكون هما الشركات الجوية اللي تنزل في المطارات الجزائرية. لا يكون إلا بتصريح من فرنسا. كل مطارات الجزائر كانت مكرية في وقت العصابة، ومازال البنود تاع الاتفاقية مازال سارية المفعول، ومازال مطارات الجزائر مكرية. والدليل وش شفت هنا يا سبحان الله، كي تشوف انت الخطوط الجوية، الجزائر آخر بلد فتح للجالية، آخر بلد فتح للجالية هي الجزائر. عامين والجزائر مغلقة، عامين فرنسا ما حبتش تفتح المطارات. تخيل انتايا حدود بلادك ما عندكش عليهم سيادة. ممكن تبون ما على بالوش، ممكن أمر خرج للعلن فجأة وما على بالوش بهذا البن تبون. يعني أمر غريب والله العلي العظيم. والغريب أنه شركة وش يقولوا له، هذه النكتة فقط، نكتة، شركة اير فرانس تنشر زبائنها بالإنجليزية، وشركة اير ألجيري تنشر زبائنها بالفرنسية.